بتعمله ده؟ انت عايز ايه بس؟ في ايه؟ انت عايز تموت نفسك؟ يا ريت يا ريت. ايه بس اللي حصل؟ عايز انسى عايز انسى. تنسى ايه؟ مش تفهمني بتعمل في نفسك كده ليه؟ انت السبب. انت السبب. انا؟ ايوه انت قذر سافل. غشتني. غشتك في ايه؟ ايمان. قلت لي عليها ايه ايمان؟ كلنا كنا ظالمينها. ايمان اتضح انها اشرف بنت شفتها في حياتي. ايمان كانت اشرف بنت لغايه الليله بس. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني خلاص. هي كانت هنا الليله دي؟ ريتها ما جت. ريتها ما جت. انت بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ قضيت عليها شرف. اعمل فيك ايه دلوقتي؟ انت حيوان حيوان. ممكن اعرف هتتصرف ازاي دلوقتي؟ امبارح حضرتك ما كنتش في وعيك، ما قدرتش اكلمك. طبعا لها حق تطلب نقلها. انت عايزها بعد كده تقعد في المكان انت فيه؟ لا، هي تقعد. انا النهارده طلبت نقلي فورا لاي مكان ولو خارج القاهره، وقلت لهم انا في اجازه لحد ما تنقلوني او ترفدوني. عملت طيب. انت مش نازله يا ايمان؟ ميعاد الانصراف جه. انا عاوزك في كلمتين. ممكن نقعد مع بعض شويه في اي حته؟ انت مرتبطه بحاجه؟ أنا مش مرتبطة بحاجة أبدا. طب قومي نتغدى سوا. يلا. عن اذنك يا ليلى. إيه الخيانة دي؟ معلش يا ليلى، اصل انا عاوزها في حاجه مهمه تخصها هي. يلا. بس ده غلط يا ايمان. مش ممكن يا كمال. عادل انسان متزن وعاقل، ولما هيعرف الظروف دي كلها ما اقدرش اتجوزه. ليه بس؟ مش عايزاه يعيش طول عمره تعيس. انت عارف انا بحبه قد ايه يا كمال. ازاي اخليه يتجوزني بعد اللي حصل؟ ما انت هتقولي له كل حاجه. الزوج ممكن يغفر لمراته اي حاجه الا دي. طيب ممكن ليلى تشرح ظروفك لعادل وهو... كمال، انا مش عايزه ليلى تعرف اي حاجه. ليلى دي زي اختك. واكتر من اختي كمان. عشان كده عايزاها هي اللي تقف جنب عادل في محنته. حتى وانت في اصعب محنه بتقع فيها بنت بتضحي بنفسك.
لازم اعمل كده. ايوه بس ده انت كاتبه كتابك بكره، هتتصرفي ازاي دلوقتي؟ مش مهم، المهم انك تفضل جنبي هتلاقيني طول عمري جنبك يا ايمان. وتعمل اللي اقولك عليه. انا تحت امرك، انا مستعد اضحي بحياتي عشان خاطرك. استأذن انا بقى، ما اقدرش استنى اكتر من كده. يلا يا ابني. اعمل معروف، استنى شويه زمانها جايه. معلش، اما تيجي ابعتولي. سلام عليكم. عليكم السلام. يا ترى انت فين دلوقتي يا بنتي؟ أنا مش قادرة أتصور أبداً إيه اللي جرالها. لازم حصل لها حادثه. أنت بتقول اتصلت؟ ببوليس النجدة، دورت عليها في كل حته، عند الكوافيرات اللي في البلد، في المستشفيات، في دفاتر الحوادث. ليه تعمل كده؟ الغايب حجته معايا عادل، بس أنت ما تزعلش نفسك. الله، ده كمان ما جاش. يعني ايه؟ مش قادرة أفهم. ما انت تعرفي عنها كل حاجه. كان الأول، لكن في الأيام الأخيرة ديت أسرارها كلها مع كمال. قصدك؟ ما أقصدش حاجة لا سمح الله، لكن من يوم ما شفتها لأول مرة بتشرب من غير وعي، وأنا حاسة إن في حاجة في حياتها. حاجه زي ايه؟ مش عارفة، أنا مش مستريحة يا عادل. أنا خارجة أدور عليها. وانا جاي معاك. ايمان، انت تعبانه، تحبي نقعد؟ عادل زمانه جاي. عادل جه. قرص قرص. واقفة ليه؟ ما تروحي وراه. مش بتحبيه هو بيحبك، أنا كمان بحب كمان. ما تتفضلي. أيوة، هروح وراه وهفضل جنبه ما دام لقيتك بالأخلاق دي. أنا استريحت دلوقتي، روحت بقى كمان. صباح الخير يا انسه ايمان. صباح النور يا فندم. قالوا لي انك كنت في اجازه مرضيه. ازاي صحتك دلوقتي؟ الحمد لله. انا يسعدني انك تشتغلي معايا، خصوصا بعد ما لقيت توصيه من زميلي السابق بيشكر فيكي وبيمدح في اخلاقك. كتر خيره. اعتبريني هنا زي والدك، واذا لزمك اي شيء تقولي لي. متشكرة يا فندم. طيب انا نازل رايح المؤسسه، اي حاجه خليها لما اجي. حاضر.
انت مخصماني يا ليلى؟ لا ابدا. انا كنت فاهمه ان انت اللي هتقفي جنبي. ارجوكي، انا مش عاوزه كلام في الموضوع ده. لكن لازم تعرفي موقفي. انا مش عاوزه اعرف حاجه. ما تظلمينيش يا ليلى. انا ما ظلمتكيش، انا اتغشيت فيكي. ليكي حق تقولي كده عشان ما تعرفيش حاجه. تقدري تقولي لي ايه اللي خلاكي تعملي كده في عادل؟ انا عملت كده عشان اساعده. واللي عملتيه ده هيساعده؟ ربنا هو اللي يعلم. انت عمرك ما حبيتي عادل. انا عمري ما حبيت حد. امال ايه اللي خلاكي تطلبي انه يتجوزك؟ عشان كان نفسي اتجوز. امال ايه اللي حصل؟ مش عارفه. انت مخبيه عليا حاجه؟ انا ما بخبيش عليكي حاجه يا ليلى. انا صعبان عليا عادل. انت بتحبي كمال؟ ايمان، كلميني يا حبيبتي، قولي لي على اللي في قلبك. انا اختك. ليلى ارجوك يا ليلى خليكي جنب عادل، ما تسيبهوش عشان خاطري يا ليلى، عشان خاطري. قصدك ايه؟ اتجوزيه يا ليلى، اتجوزيه. انا ما اصلحلهوش. وليه ما قلتلوش الكلام ده من الاول؟ كنتش اعرف. ليلى ممكن تحققي لي الرغبه دي؟ حاجه تحير. هو كمان قال لي الكلام ده. قال لك ايه؟ قال لي انه محتاج لي. وانتي؟ مستنيه ردك الاخير. موافقه يا ليلى.